هل يعاد فتح ملف الصحراء الشرقية؟ وثائق تاريخية وأسئلة جديدة حول الحدود بين المغرب والجزائر. في عالم السياسة والجغرافيا لا تموت الملفات القديمة بسهولة، بل قد تعود إلى الواجهة في أي لحظة عندما تتغير موازين القوى أو تظهر وثائق جديدة. وهذا بالضبط ما يحدث اليوم مع ملف الصحراء الشرقية، الذي عاد ليثير نقاشاً متجدداً في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط حديث متزايد عن وثائق تاريخية ومعطيات قد تعيد طرح أسئلة قديمة حول الحدود بين موروكو وألجيريا. خلال السنوات الأخيرة شهدت منطقة شمال إفريقيا تحولات سياسية وجيوسياسية عميقة، خاصة بعد التطورات الكبيرة التي عرفها ملف ويسترن صحارى. فقد أعاد الاعتراف الذي أعلنته اليونايتد ستيتس بسيادة موروكو على الصحراء والدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تشكيل جزء من المشهد السياسي في المنطقة. هذه التحولات دفعت العديد من الباحثين والمحللين إلى إعادة النظر في ملفات تاريخية أخرى مرتبطة بترسيم الحدود في شمال إفريقيا، ومن بينها ملف الصحراء الشرقية الذي ظل لعقود طويلة موضوعاً للنقاش التاريخي والسياسي. وثائق تاريخية تعيد الجدل. أحد أبرز الأسباب التي أعادت هذا الملف إلى دائرة النقاش هو ما يتم تداوله حول وجود وثائق تاريخية محفوظة في الأرشيفات المغربية والفرنسية، وتشمل هذه الوثائق مراسلات إدارية وسجلات تاريخية تعود إلى فترات مختلفة، بعضها يعود إلى ما قبل فترة الاستعمار الفرنسي للمنطقة. وتشير بعض هذه المعطيات إلى وجود روابط إدارية وسياسية بين الدولة المغربية وعدد من المناطق التي تقع اليوم داخل التراب الجزائري، من بينها مدن ومناطق مثل تندوف وتلمسان، وهي مناطق كانت في مراحل تاريخية معينة مرتبطة بسلطة الدولة المغربية أو بامتداداتها القبلية والإدارية. ويرى بعض المؤرخين أن فهم هذه المرحلة التاريخية يتطلب قراءة أوسع للسياق السياسي في المنطقة، خصوصاً قبل رسم الحدود الحديثة التي نعرفها اليوم. إرث الاستعمار ورسم الحدود. الكثير من الباحثين في تاريخ شمال إفريقيا يشيرون إلى جذور العديد من النزاعات الحدودية الحالية إلى مرحلة الاستعمار الأوروبي، وبشكل خاص إلى الإدارة الاستعمارية الفرنسية التي أعادت رسم الحدود في المنطقة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وخلال تلك الفترة تم تحديد العديد من الخطوط الحدودية وفق اعتبارات إدارية أو عسكرية مرتبطة بإدارة المستعمرات، وليس بالضرورة وفق الامتدادات التاريخية أو الاجتماعية أو القبلية للسكان المحليين. وبعد استقلال دول المنطقة في منتصف القرن العشرين، أصبحت هذه الحدود الموروثة أساس العلاقات الدولية بين الدول الجديدة، وهو ما جعل أي نقاش حولها مسألة شديدة الحساسية سياسياً وقانونياً. بين التاريخ والسياسة. اليوم يعود الحديث عن الصحراء الشرقية في سياق مختلف عن السابق، فالنقاش لم يعد مقتصراً على المؤرخين أو الباحثين الأكاديميين، بل أصبح يظهر أحياناً في التحليلات الجيوسياسية التي تربط بين التحولات الإقليمية الحالية وبين الملفات التاريخية العالقة. ومع ذلك يؤكد متابعون الشأن المغاربي أن هذا الملف لا يزال حتى الآن في إطار النقاش التاريخي والتحليلي، إذ لا توجد أي مؤشرات رسمية على فتح مسار دبلوماسي أو قانوني جديد بخصوص هذه القضية بين موروكو وألجيريا. كما أن قضايا الحدود في القانون الدولي عادة ما تكون معقدة جدا، لأنها ترتبط باتفاقيات تاريخية وبمبادئ قانونية مثل احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار. مستقبل الملف. رغم ذلك يبقى ملف الصحراء الشرقية واحداً من أكثر الملفات إثارة للاهتمام في تاريخ المنطقة، لأنه يعكس تداخل التاريخ بالجغرافيا وبالسياسة في شمال إفريقيا. ومع استمرار ظهور وثائق وأبحاث جديدة من حين لآخر، قد يستمر هذا النقاش لفترة طويلة، سواء في الأوساط الأكاديمية أو في التحليلات السياسية.
لكن السؤال الذي يظل مطروحا بقوة هو: هل ستبقى هذه الوثائق مجرد مادة للبحث التاريخي، أم أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة قد تجعل بعض الملفات القديمة تعود يوما ما إلى طاولة النقاش الدولي؟ في عالم السياسة، التاريخ لا يختفي، بل ينتظر المحظة المناسبة ليعود إلى الواجهة من جديد.